بيقول من فترة كنت بزعق مع مراتي وأمي سمعت صوتنا من فوق، طلعت جري وقالت لي احترم نفسك يا أحمد واقفل الجعورة اللي أنت فاتحها دي، على الأقل خاف على صورتك قدام الجيران. وقتها بصت لمراتي بزعل كده وقالت لها وأنتي كمان يا عاقلة؟ مراتي كانت بتعيط وقالت لها والله يا ماما كنت بكلمه عادي ومبتسمة كمان، بس فجأة قام عليا بصوته زي ما سمعتي، ففقدت أعصابي. أمي قربت منها خدتها في حضنها وقعدت تطبطب عليها وقالت لها تعالي يا بنتي فكي عن نفسك شوية، ونزلوا سوا. عدى ساعة ونص تقريبا واتصلت أمي بيا وقالت لي انزل لي يا أحمد عايزاك. بيقول أنا نزلت وأنا عامل مليون سيناريو في دماغي لتوبيخ محترم منها، بس أول ما دخلت عليها لقيتها بتبتسم وبتقول لي مالك يا ابني؟ قلت لها مفيش حاجة الحمد لله في نعمة. قالت لي مش باين، هتفضل تقول مفيش حاجة زي مراتك كده لغاية ما تتطلقوا؟ قالت لي ما تقول يا ابني مالك في إيه؟ قلت لها الأمور مش مظبوطة بينا بقالها سنة، لا طايق أشوفها ولا أسمع صوتها ولا آكل من إيدها ولا حتى أقعد معاها. قالت لي ليه يا أحمد؟ دي مراتك ست البنات وأطيب واحدة في الدنيا. قلت لها عارف يا أمي بس ما اعرفش مالي. قالت لي بس أنا عارفة أنت يا ابني بقيت ماسك في الدنيا كأنك هتعيش فيها على طول، بقيت تجمع فلوس وما تصرفش لا على نفسك ولا على اللي حواليك، بقيت مهمل في بيتك ومهمل في لبسك ومهمل في الناس اللي بتحبك. وبعدين كملت وقالت لي بص لاخوك الكبير مرتبه اقل منك وولاده اكتر منك وبيجهز كمان بنته للجواز، ومع ذلك تشوفه تقول اصغر منك وتشوف بيته تقول انه اغنى منك. عارف ليه؟ عشان كريم على اللي منه، بيحاول يسعدهم ويمتعهم على قد ما يقدر، مش يعيشهم فقراء النهارده بحجه انهم يعيشوا مرتاحين بكره. بصت لي وقالت لي يا احمد كافئ نفسك، هات لبس جديد، هات لولادك اللي نفسهم فيه، وهادي مراتك حتى يا ابني من باب الصدقه، وخرجوا مرتين في الشهر زي زمان، وشوف البركه هتدخل بيتك ازاي لما تتغلب على شح نفسك. ربنا قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. قلت لها وصدق الله العظيم. حاضر يا امي. ضحكت وقالت لي بس بشرط لا تكون بخيل ولا تكون مسرف، عشان ما تجيش تقول منها لله امي هي اللي فقرتني. وفعلا بعد اسبوع اشتريت لفاطمه التابلت اللي نفسها فيه، وبعد شهر جبت ليوسف العجله، وبعد 4 شهور نزلنا اشترينا لبس جديد لينا كلنا، وبقينا نخرج مرتين وثلاثه في الشهر. بس كان فاضل حاجه واحده، ان انا ما جبتش لمراتي حاجه. وفي يوم افتكرت ان كان معايا 30,000 في الفيزا، اشتريت بيهم خاتم وغويشه اعوضها عن شبكتها اللي اتباعت في وقت زنقه. دخلت جبت الشبكه ولبستها الخاتم والغويشه وقلت لها بتمنى اللي بعمله اليومين دول يعوضك انا اللي قصرت فيه زمان. وقتها فضلت تبكي من فرحتها وتقول لي كفايه انك افتكرتني. الست مش عايزه قصور ولا ذهب، الست عايزه احساس بالامان وان جوزها يكون سندها مش خصمها. وامك مش بتتدخل بينك وبين مراتك عشان تبوظ، بتتدخل عشان تنقذكوا قبل ما تضيعوا بعض. وكل بيت بيرجع للدفى لما الراجل يفهم ان الكرم مش فلوس، الكرم بيت بيساع لكل الناس اللي بتحبه.